يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفيديو تحفه، فيديو المحبب لقلبي اللي انا يعني بستناه من السنه للسنه. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، يعني بجد الفيديو ده حلو قوي قوي، ما نقص مال من صدقه. اول حاجه ده اطعام. بسم الله ما شاء الله، الفراخ دي اللي انا بربيها عندي زي ما انتم متعودين، بتشوفوا عندي الفراخ ما شاء الله، والتربيه بتاعتي بتبقى تربيه بيتي، مش بتجيبي حاجه من بره. بتحاولي بقدر الامكان ان انت الحاجه اللي انت بتحبيها او الاكله اللي انت بتحبيها واولادك بيحبوها، دي اللي انت تطلعي منها وجبات. يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمام كده. يعني الحاجة اللي انت بتحبيها، سواء اكل سواء لبس سواء اي حاجة، ما تطلعيش اي حاجة لأي حد يعني غير اللي انت بتاكليها. يعني مثلا لو انت بتلبسي مثلا لبس وضيق عليكي او صغر عليكي او ومش شرط ان انت تطلعيه يبقى مهلوك، لا يعني لازم أن تطلعي الحاجة في أحسن صورة، لأن قبل ما بتقع في إيد العبد بتقع في إيد الرب. تمام كده. أول حاجة بقى زي ما انتم شايفين، أنا كان عندي ناس شغالين، ده المساعدين بتوع الشيف اللي هو المفروض يجي تاني يوم، كانوا جايين علشان خاطر ينضفوا الفراخ، يعني يقطعوا الفراخ ويتبلوها. هم قالوا لي ان هم ينضفوها هم، فانا قلت لهم لا، الفراخ زي ما انتم شايفين انا كنت منضفاها وحطاها في الفريزر. طلعت يعني كميات كده تفك، ما كانش عندي مكان، يعني ما كانش عندي حاجة اطلع فيها الفراخ تفك، فطلعتهم على حلقات وتبلناهم برضو على مراحل. اول حاجة هم قطعوا لي، وانا هم بقوا يقطعوا ويشيلوا الاجنحة ويشيلوا الرقابي والحاجات دي. يعني الحاجات اللي هي تترمي بيرموها. اول حاجه هم قالوا لي نحط الرقابي دي في الفرخه زي ما هي ولا لا، قلت لهم لا، شيلوها لان هي الرقابي بتتحروق، يعني بتتحرق في الفحم، هي الفراخ هتتشوي على الفحم، فتحسوا ان هي عشان ما فيهاش لحم كتير، فهي اكتر حاجه بتتحروق، فبتخلي الشكل مش حلو. تمام كده. انا هنا بقى بدأت ان انا عايزه اقول لكم ان انا فاتحه الميه ما قفلتهاش طول الوقت، لان انا بغسل الفراخ من حوالين الجلد، بغسل الماده اللزجه، بطلع الماده اللزجه اللي فيها وبغسلها قطعه قطعه. عايزه اقولك على حاجه، انتي يعني اعملي الحاجه اعملي الحاجه كأنك انتي اللي هتاكلي منها، مش شرط ان انتي عشان خاطر انتي اللي يعني هتطلعيها وجبات او اطعام، او مش انتي اللي هتاكلي منها، لازما تغسلي الحاجه وتنضفي الحاجه كويس قوي مره واتنين وتلاته، وعلى قد تعبك ربنا بيجازيكي خير. عايزه اقول لكم ان انا والله والله حصل معايا حوادث كتير قوي معايا ومع جوزي ومع عيالي. عايزة اقول لكم ان كل حادثة يعني بموتي، يعني بموت فيها، وبالاخص انا. فوالله والله والله الحمد لله. زي يعني ما بيقولوا اللقمة بتمنع النقمة، اللقمة بتمنع النقمة. يعني اللقمة اللي انتي بتطلعيها دي في وقت زي كده بتمنع لك نقمة، اللي هي النقمة اللي هي الكارثة، المصيبة. فيعني معلش، على قد ما انتي بتتعبي على قد ما انتي هتلاقي انتي بتعاملي ربنا. فدايما دايما احسني الظن بالله وقول يا رب جزيني وعوضني خير على اللي انا بعمله، ويقعد لي يا رب اللي انا بعمله. طول ما انتي واقفه كده صلي على النبي يعني واستعيذي كده من الشيطان الرجيم، وهتلاقي الحاجه بسم الله ما شاء الله خلصت معاكي. بصوا، انا بغسلها مره واتنين وتلاته، واخر مره بروح جايه حطاها زي ما انتم شايفين كده في ملح ودقيق وليمون كتير، كنت جايبه ليمون كتير وعامله حسابي ما تحطيش خل عشان الخل بيزفر. تمام، هو بيطر يعني الفراخ بس بيزفرها. فانتي ما تحطيش خل، حطي بس استكفي بالملح والليمون والدقيق. ولو عندك جنزبيل حطي رشة او معلقة، لو عندك ورق لورا حطي اتنين. بيغيروا كل ده، بيغير الريحة، بيدي ريحة حلوة قوي ونكهة حلوة قوي. بصوا بقى، اليوم طويل معايا فما تملوش مني، هقول لكم على حاجات حلوة، هقول لكم على تفاصيل، هقول لكم انا حبيت يعني الاطعام ده ليه. اول حاجة الاطعام ده جوزي بيعمله كل سنة، عن يعني على روح والدته، الله يرحمها يا رب ويرحم اموات المسلمين اجمعين، اللهم امين. آه كل سنة هو بيعملها في نفس الميعاد، هي كنا بنعملها يوم 27 لان هي ميتة في اليوم ده او متوفية في اليوم ده، الله يرحمها يا رب.
فبحس ان انا يا بنات باجي في الوقت ده بحس ان انا لا مضغوطة. يعني زي ما انتم شايفين كده انا يعني الشقة عندي مش كبيرة، فبالله عليكم بالله عليكم انا افتكرت هنا في المقطع ده كل اللي يشوفني يدعيلي ربنا يوسع عليا واخرج من البيت اللي انا فيه، اخرج من الشقة اللي انا فيها، يبقى عندي شقة اكبر واوسع. ده حلم حياتي. ليه؟ لان المساحات الصغيرة مش حلوة خالص. عايزة اقول لكم زي ما انتم شايفين في اول فيديو الناس كانت شغالة عندي اهو، شفتوا لسه بتكلم، كانوا شغالين عندي. ده قدام باب الشقة هنا. الجزء دوت انا شلت الحاجات اللي موجودة كلها في الصالة، شلت المربوعة اللي هي ركنة دي، الركنة الأرضية شلتها خالص وفضيت له الدنيا دي علشان خاطر يقدروا يقفوا كده. كان ممكن أشيل جزء وأسيب جزء بس قلت لأ عشان هيبقى فيه زفارة بتاع كده. فهنا طبعا هو تبل جزء من الفراخ والجزء التاني كان متبله. هو كانوا شغالين ورايا، يعني أنا كنت بعمل الفراخ وبغسلها وهم كانوا شغالين ورايا. وطبعا التتبيلة دي بصل على فلفل ألوان على مستردة على توم، آم، على ايه تاني، على طماطم. وطبعا بقى التوابل الفراخ هو كانوا طالبين توابل كتير قوي، بس اللي هي توابل ايه بقى، فلفل اسود، آه، جوز الطيب، شطة، حاطين شطة هم عشان يدوها يعني سنة سبايسي كده، صلصة، ايه تاني يا ربي، زيت، خل. كل الحاجات اللي انا كنت عاملاها قبل كده، يعني التتبيله دي انا كنت متبلاها قبل كده نفس التتبيله اللي انا كنت عاملاها يا بنات، هو الشيف اللي كان عاملها. يعني انا كنت بعملها. هقول لكم على حاجه. اول حاجه انا كنت يعني اول وجبات خالص انا اللي عملتها عندي في البيت. يعني لما جينا بدأنا نعمل وجبات احنا عملناها انا اللي كنت عاملاها، يعني انا اللي كنت متبلاها التتبيله دي زيها بالظبط، نفس التتبيله بتاعت يعني الشيفات. والحمد لله انا بحب الشوي، فكنت انا اللي شويها انا وجوزي تمام كده. وجبنا كفته برضو، بس طلعنا الكفته بره تتشوي بره، يعني احنا كنا عاملين فراخ برضو وكفته. هقول لكم ليه موضوع الفراخ والكفته. اول حاجه الفراخ جات لي الفكره اني انا اللي بربيها عندي، يعني الفراخ بتاعتي انا بجيبهم صغننين وانا اللي بكبرها وبربيها عندي. فجات لنا بقى الفكرة من هنا ان احنا ايه، يعني كنا في رمضان وقلنا إيه، احنا عندنا فراخ بزيادة، فايه يعني ايه المشكلة لما احنا نعمل وجبات ونطلعها على روح مامته مثلا، إيه اللي هي حماتي، وبرضه في نفس الوقت هناخد الاجر والثواب لان هي اطعام صائم. فاهمين قصدي؟ فعايزه اقول لكم والله 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 انا كنا بادئين ب10 فرخات، ولو رجعت للفيديوهات بتاعت القديمه انا يعني كنت بصورها مش عشان حاجه، عشان انا كنت فرحانه. اي حاجه كنت بعملها كنت بصورها ليه تبقى ذكرى، يعني مش في دماغي اي حاجه تانية. فطبعا كنت شغاله على القناه على طول، وكنت بحب يعني اعمل اي حاجه اصورها وانزلها كنوع من انواع التسليه. فجات لي بقى هنا الفكره ان احنا نعمل الوجبات ونطلعها اطعام، منها هناخد الاجر والثواب ومنها يعني حاجة على روح والدته. تمام كده. عايزة اقول لكم ان احنا كنا بادئين ب10 فرخات، 10 فرخات كنا مقطعينهم على 4، بادئين ب40 وجبة. يعني انت متخيلة؟ والله 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 الموضوع جه كده يعني في ثانية في ثانية كده. عايزة اقول لكم بقى آه بدأنا كل سنة نعملها، بس ما كناش بنعمل 10. كل سنة كانت بتزيد لوحدها، والله والله يا بنات كل سنة كانت بتزيد لوحدها. يعني مثلا المرة دي عملنا 40، المرة اللي بعدها عملنا بتاع يعني 80 85 في الحدود دي. السنة اللي بعد كده عملنا 120. انتوا فاهمين؟ والله والله زي ما بكلمكم كده. هقول لكم ازاي. اول حاجة يعني اول مرة دي كانت تجربة. احنا عملنا الفراخ كان يعني 10 فرخات عملناهم كده. الفراخ اللي بعد كده فاحنا خلاص بقى، يعني احنا عملنا فاحنا نعمل حاجة تانية وربنا يا رب يعني ما يقطعها عادة دايما نعملها. تاني مرة كنت جايبة فراخ أكتر، يعني كنت جايبة مثلا في حدود 25 27. فاهمين قصدي؟ أنا مش باخد حاجة من التربية دي لأن أنا ببقى مربية نفسي قبلها. فالتربية دي بتبقى معروفة إن هي للإطعام أو للوجبات. تمام كده. فطبعا كنت كل سنة بتزيد، كل سنة تتضاعف، غير كده وكده ما كناش بنقطع الفراخ على 4. يعني الفرخة كانت ساعات ما شاء الله بتعدي داخلة على 3 كيلو، بتعدي ال2 كيلو ونص. فطبعا 2 كيلو ونص دي كبيرة، فلازما تتفتح، هو كده كده بيفتحها بس لازما يعني
تتقطع، يعني القصبة بتبقى ما شاء الله قد الورك، اللي هو الورك العادي القصبة، والجزء التاني بيبقى ما شاء الله كبير قد الورك اكتر، يعني ورك كبير. ليه يا بنات؟ علشان خاطر هو بيقطعها بيفتحها. فطبعا بتبقى كلها ما شاء الله اللهم بارك عبارة عن لحم، يعني قطعة لحم، مش بيخلي فيها عظم كمان علشان خاطر الدم. بصوا بقى زي ما انتم شايفين انا خدتكم في دوكا. انا طبعا بعد ما هو مشي سيقت مرة واتنين وعقمته كلور بقى وبتاع كده. فخلاص شلنا، خليته جه شل الترابيزة. كنت يعني هو بسم الله ما شاء الله الموضوع كله ما اخدش معاهم ساعتين. حتى هو ساعتها قال لي سيبيني انا وانا انضف الفراخ، وقلت له لا انا اللي هنضفها لان دي امانة. فهو ساعتها يعني قال لي خلاص براحتك. بصوا يا بنات، خلينا مقتنعين ان دايما الرجالة مش بتعرف برضو في موضوع التنظيف والحاجات دي زي البنات او زي الستات او زي الحريم، فاهمين قصدي؟ مهما كان، وبالاخص اللي بره. انا ما بحبش اكل اكل من بره ليه، وبالاخص الفراخ ليه بقى، وبالذات الفراخ المشويه. هقول لكم مش كل المطاعم يعني، مش كل الاماكن، بس هقول لكم 80% بيعملوا كده. بيجيبوا الفرخة بيقطعوها 4 تربع، ويروحوا جايين شاطفينها كده، اللي هي يعني اسمهم غسلوها عشان ايه يعني، لما يتسألوا قدام ربنا لا هم غسلوها، فاهمين قصدي؟ مش زينا خالص. بيقولوا ايه بقى؟ التتبيلة مع الفحم مع الحاجات دي كلها مش هتخلي فيها اي حاجة. ازاي طيب ازاي؟ ما هي ماشي ممكن ما تخليش فيها حاجة، بس يبقى فيها سنة الزفارة. هم بقى بيتغلبوا على سنة الزفارة دي ازاي؟ بالتوابل الكتير. يعني مثلا اللي بيغلب قوي الحاجات دي الفلفل الاسود مع الجنزبيل مع اسمها ايه دي، جوزة الطيب. طبعا كل التوابل دي مع بقى سنة شطة بتاع فتخلي يعني الناس اللي بره مش حاسين بحاجة، واو الفراخ تحفة. لا بص، هو كل واحد ربنا محلله رزقه. بس بجد انا ما بعرفش اكل اي حاجه بره غير يعني اما تبقي انت اللي عاملاها كويس وضمناها وضامنه نظافتها. لان انا من النوعيات اللي انا لو اكلت حاجه او شفت حاجه فيها مثلا آه، يعني فيها اي حاجه بسيطه، فممكن يجيلي قرفه واقعد فتره طويله ما اكلش الحاجه دي، مثلا فراخ لحمه سمك. فاهمين قصدي؟ زي ما انتوا مثلا يا بنات بتجيبوا مثلا ايه اكله، بتيجوا مثلا تجيبوا اكله من بره فتلاقيها الاكله دي مش حلوه، فتيجي بعد كده خلاص بقى نفسك حتى لو انتي بتحبيها ممكن تقعدي سنه ما تاكليهاش. فاهمين قصدي؟ ما تفكريش فيها تاني. فاهميني؟ مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا. فالمهم هنا بقى الصبح الشيف كان جه الساعه 10، بدأ يعمل بصوا ده رز خلطه. الرز الخلطه ده برضو انا كنت عاملاه قبل كده عندي في وجبات كنت مطلعاها. بس مش انا اللي كنت عاملاها، يعني كان حد كان بعت لي فلوس وكنت عاملاها له من كام شهر، من 4 شهور متهيألي. المهم بصوا بقى بيجيب الشعرية بيحمرها لوحدها في سمنة مع حبة زيت. بيحمر الشعرية لوحدها، وبعد كده بيحمر لسان العصفور لوحده، بيخليهم ياخدوا اللون الكهرمان الحلو اللي هو لونه حلو ده لوحده. تمام، كل حاجة بيعملها لوحدها. وبعد كده بيروح عامل ايه، حاططهم في قلب بعض مقلبهم. وبعد كده بنجيب رز بسمتي على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. يعني مثلا لو عملتي 10 شعرية على 10 لسان عصفور تحطي نص، يعني تحطي نص ال10، تحطي اللي هو 5 كيلو رز بسمتي اللي هو مش رز مصري. تمام كده. وتروحوا يروح جاي هو محمره زي ما انتم شايفين، وبعد كده حط عليه توابل حمره برضو اداله لون حلو. بعد كده نزل عليه بالتوابل بقى. قولوا لي بقى ايه هي التوابل؟ نزل عليه بكاري وكركم، ونزل عليه بفلفل اسود، و... ونزل عليه كمان حط توابل رز. كان جايب توابل رز اللي هي زي رز الكبسة. تمام. وكمان حط عليه علبة صلصة. حلو كده. وبعد كده قلبوا المية بقى التانية اللي هي كانت عاملة دي الرقب بقى اللي احنا كنا بنقول ايه هيحطها في قلب الفراخ، واحنا قلنا لا مش هنحط في قلب الفراخ. فاحنا اخدنا الرقب ده بتاع الفراخ، ورحنا جايين غسلونه كويس قوي وتبلناه وسبناه من هنا لحد الصبح مع الفراخ التانية. وراح جاي عامل بيه شوربة، سقى بيه الرز. بدل ما يعمل مرق الدجاج لا احنا عملنا شوربة. يعني عملنا الرز
اللهم صل على النبي، بطعم نكهة الفراخ وبطعم الفراخ، فاهمين قصدي؟ بصوا بقى، هنا انا كنت عايزه اقول لكم والله الوقت سرقنا جدا. هو كان جاي الساعه 10 وانا كنت يا دوبك، احنا ما نمناش غير ساعتين وكنت فصلت. وكمان عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش قادره ان انا ادوس على رجلي قوي ولا احمل على رجلي قوي. بس للاسف كان يعني خلاص الوقت، كنا خلاص العصر وكنا عايزين نوزع الوجبات. ما كانش في وقت عندنا، فطبعا اضطريت ان انا افضل واقفه، وان انا بقيت احط مع الشيف ورز، يعني احط معاه الفراخ والكفته وكده. والله العظيم يا بنات عايزه اقول لكم ان انا ما قدرتش اطلع اغير هدومي. مش قادره ان انا اطلع، ومش غير ان انا مش قادره، مفيش وقت. يعني انا قلت خلاص، الجو كان ساقعه والدنيا كانت بتشتي. وكان الجو يعني ساقع قوي. تمام. فطبعا ما عرفتش ان انا اطلع، حتى ان انا اطلع عشان اغير هدومي. طبعا بقى بصوا، احنا هنا كنا ما شاء الله ياما، يعني 2 والشيف يبقى 3 وانا وماما. يعني لا، الحاجات دي ما شاء الله بتبقى عايزة قيود كتير. ليه بقى؟ في حد بيوزع، حد مثلا احنا بنبقى كاتبين ورقة علشان ما تنسيش ناس. حد بيوزع، حد بيوزع في الشارع، حد بيوزع مثلا على البيوت اللي هي الاسماء المكتوبة، البيوت البعيد. يعني جوزي مثلا بيوزع على البيوت البعيد. آه، الحاجة لازم تطلع سخنة. بصوا الحاجات اللي احنا رصينها، الفراخ احنا حاطين ورك فرخة مع صبع كفتة. كنا هنحط صبعين، فهم قالك لا، خليها صبع واحد. وورك فرخة حلوة أو وجبة مشبعة، عشان خاطر يبقى فيه وجبات كتير. لو أي حد جالك على وجبة ولا حاجة يبقى فيه وتراضي الكل. تمام كده. وكمان حطينا الطحينة دي. موضوع الطحينة ده كان حلو قوي، كان عاجبني. أنا كنت عاوزة أعمل سلطة، بس هم قالوا لي ملهاش لازمه. حتى الطحينه كان الشيف بيقول والله ما ليها لازمه، فاحنا قلنا لا، احنا كنا جايبين طحينه فقلنا لا، هنعمل حتى 100 علبه طحينه او 120، والباقي عادي نحط من غير طحينه. وكمان كنا جايبين العلب اللي هي الحراري دي اللي تدخل الميكرويف. وكمان كنا عندنا علب من بتاعه السنه اللي فاتت، اللي هي التانية اللي اطباق البيضه، اللي هي اللانش بوكس. فاستخدمنا ده واستخدمنا ده، وما شاء الله الحاجة كانت حلوة جدا. كفت الناس وقضت الناس الحمد لله. يا رب دايما يبقى في الزيادة. انا حبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده اشارككم الفيديو، بحيث ان انا عايزة اقول لكم ان بجد بجد ما نقص مال من صدقة. والله العظيم على قد ما بتتعبي ربنا بيجازيكي خير. كفاية ان الحاجة دي بتبقى اطعام صائم. وكمان كفاية ان انتي الحاجة دي بتعمليها بيبقى ليكي رصيد عند ربنا. آه، بصي ما تقوليش لا، والظروف والدنيا والحاجة غالية والدنيا صعبة، وزي ما الناس كتير قوي بتقولوا. ناس كتير كانت بتعمل شنط وبتعمل اطعام، فبدأوا ان هم يقولوا لا، الدنيا صعبة نطلع فلوس كده وخلاص. اوعي تعملي كده والله العظيم. تجري التجارة مع ربنا حلوة جدا، حلوة جدا. بتلاقيها في دنيتك، بتلاقيها في طريقك. بتلاقي على الأقل لما بتقعي، سبحان الله، يمكن الحاجة دي هي اللي بتقعدلك. أما بتقعي بتلاقي ربنا معاكي، ربنا سندك. آه، اعملي دايما لله. ما تعمليش، ما تقوليش ده يعني لا انا مش هعمل الخير. او لو حد مثلا عملتي معاه خير ولقيتي تردلك شر، فلا هستنيه من عند ربنا. طبعا هي حاجة بتزعل، بس اعملي الخير وارميه البحر زي ما بيقولوا. وطبعا التجارة مع ربنا احسن حاجة. ويعني والله العظيم ما عارفة اقول لكم ايه، بس انا عايزة اقول لكم بجد ان انا مبسوطة جدا جدا. وان شاء الله هنفضل دايما نعمل الحاجات دي بإذن الله، لحد ما ان شاء الله ان شاء الله بعد كده مش هيبقى فراغ بس. لا انا يعني لما ربنا ان شاء الله يريد ويوسعها علينا، اكيد هذبح عجل. مش هتبقى فراخ وكفتة وكده، لا. ودايما انا بحاول ان انا اعمل احسن حاجة او حاجة ان احنا بنحبها. فهي دي اكتر اكلة احنا بنحبها. وبقول في ناس كتير بتبقى مش يعني، ناس كتير قوي بتحب الاكلة دي اللي هي الفراخ المشوية والكفتة المشوية. فإن شاء الله يمكن السنة الجاية نغير ونعمل فكرة تانية وحاجة تانية. بس مش عارفة بقى، يعني سايبينها بظروفها. فإن شاء الله برضه أكيد لما نعمل حاجة وتغيير أكيد هتبقى حاجة أحسن، وأحسن بكتير كمان. وأكيد برضه هتبقى حاجة احنا بنحبها علشان خاطر ننال البر
والحمد لله. عايزة اقول لكم كنت تعبت قوي في الفيديو. وما تنسوش اللايك، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، وبجد بجد ادعولي ربنا يوسعها عليا ويرزقني كده في مكان احسن وفي بيت اكبر. وان شاء الله ربنا يا رب يوسعها علينا جميعا. طبعا هو الفيديو ده ممكن يكون نزل متأخر شوية، بس معلش انا كنت تعبانة جدا ومضغوطة، وعايزة اقول لكم ان الحمد لله اليوم ده عدى على خير، وكان يوم حلو قوي قوي قوي. يا رب يا رب يكتبها لكل الناس وتعملوا اطعام ويوسع رزقكم يا رب، يوسع عليكم. الحمد لله ان اليوم عدى على خير وكان يوم حلو. اي نعم كان متعب، وقبلها كان متعب اكتر، وكمان علشان خاطر انا كنت واقعه وقعه جامده على رجلي. بالمناسبه ان سبحان الله انا كنت واقعه وقعه كسر، فسبحان الله ان ربنا قومني منها علشان خاطر يوم زي ده. عشان اقدر اواصل، اقدر اقف مع جوزي. طبعا لازما في اليوم ده ابقى انا اللي موجوده، لان خلاص يعني احنا اتعودنا احنا هنعمل ايه يعني. خلاص بقيت فاهمه الروتين. فالحمد لله ده اللي انا كنت بقوله، ان ربنا نجاني من ممكن كان يكون رجلي اتكسرت عشان خاطر يوم زي ده. عشان كده قلتلك في اول الفيديو اللقمة بتمنع النقمة. يعني يمكن الحاجة اللي احنا بنعملها دي والخير اللي احنا بنعمله ده والإطعام اللي احنا بنعمله في يوم زي كده، الحمد لله ربنا نجاني من وقعة كان ممكن يبقى فيها كسر أو شرايح أو مسامير، يعني شرايح ومسامير. فالحمد لله الوقعة كانت كبيرة قوي وكانت صعبة جدا. الحمد لله ان هي كانت ربنا نجاني منها، والحمد لله ان ما حصليش حاجة وحشة. فانا بقول لكم يعني يمكن ربنا نجاني علشان خاطر يوم زي ده، او عشان انا كنت بعمل حاجة زي كده. فطبعا ده نهاية الفيديو، اشوفكم فيديو جديد، مع الف سلامة، باي باي.